بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي الحلقة الأولى في حوارنا حوالين دستور مصر الجديد، وهنقول فيه ليه أنا هقول الدستور الجديد لا. الدستور المصري الجديد أو مشروع الدستور المقترح مش هنقدر ننكر إن في مواد جيدة وجيدة جدا، لكن احنا النهارده بنتعامل مع دستور كامل للبلاد لفترة لن تقل على 10 سنوات حسب ما هنشوف بعد كده من نصوص مواد الدستور، وربما ل 30 أو 40 أو 50 سنة، وربما نكتشف إن الدستور دوت غير قابل للتعديل مطلقا في المستقبل القريب. احنا لما بنقبل الدستور للأسف احنا مش هنقدر نصوت عليه مادة مادة وناخد منه المواد الجيدة ونستبعد المواد السيئة. فما بنيجي نقيم الدستور بتاعنا بنقيمه كشيء معلب على بعضه. أنا النهارده رايح أشتري حاجة، الحاجة دي فيها نسبة أو جزء منها من المكون بتاعها مش هيرضيني وجزء تاني هيرضيني، فأنا بشوف هل الجزء اللي مش هيرضيني ده هقدر أتغاضى أو أستبعده وأتعامل مع الباقي بشكل يحقق الغرض اللي أنا عايزه، ولا الجزء اللي أنا هستبعده ده أو الجزء السيء ده هو جزء مهم بالنسبة لي، وإن هو ممكن يبوظ القصة كلها أو الطبخة كلها اللي أنا هاكلها أو الشيء اللي أنا اشتريته على بعضه. فالنهارده وأنا بقيم الدستور مش لأن في مواد جيدة، مش لأن أغلب مواده جيدة، أنا لازم أقول أنا لازم أبص للمواد السيئة اللي فيه وأقول المواد دي هل هي مواد هتأثر على حياتي المستقبلية ولا مش هتأثر على حياتي المستقبلية. لو أنا شفت إنها هتأثر على حياتي المستقبلية كمواطن مصري، بمعنى مش بشكل شخصي، يعني ممكن تأثر على أمي، على أخويا، على عمي مستقبلا، يبقى أنا في الحالة دي هضطر أقول للدستور لأ وأعتذر للمواد الجيدة اللي فيه. أما لو لقيت إنها مسائل مش مهمة قوي ممكن التغاضي عنها، فأنا هقول للدستور نعم وأعتذر للمواد السيئة أو أقول لها أنت مش فارقة معايا. وبالتالي وأنا بقيم دستور هنزل أقول عليه أو لأ، لازم أبص كويس جدا للجزء السيء اللي فيه عشان أحدد قراري. وبالتالي أنا هبتدي النهارده أتكلم على النصوص اللي من وجهة نظري أنا الشخصية شايف إن فيها عوار، وكلمة عوار بلغة القانونيين يعني عيوب يصعب التعامل معها. هنبتدي بالمواد الخفيفة كده، أنا مش جايب المسألة بشكل ممنهج أو بشكل مرتب، أنا خدت بعض المواد اللي عيني جت عليها وكان فيها بعض الأخطاء اللي أنا شايف إن هي تمس كثير من المواطنين. هنبتدي بالمادة 62 فقرة 1 اللي بتقول الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. النص للوهلة الأولى ودي الفقرة الأولى منه نص جيد جدا، لكن لما أجي أتكلم إن ده نص في دستور مصر ودي الرعاية الصحية بتاعت المواطن المصري اللي بقاله أكتر من 60 سنة بيعاني من أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي وأمراض شتى بسبب إن الأنظمة سابقة كانت بتعمل على تدمير هذا المواطن، يبقى أنا لازم أحدد حد أدنى للنسبة اللازمة اللي هتتصرف على علاج هذا المواطن في دستور بلدي، عشان ما يجيليش الدستور بكرة، ما يجيليش القانون اللي هيبقى ناشئ وفقا لهذا الدستور ويقول لي هطلع نص في المية، وتبقى انت نزلت وفرحت قوي انك قلت ده الدستور بتاعنا بيقول انا هتعالج على نفقة الدولة، ده الدولة هتخصص جزء من الناتج القومي عشان تحميني وعشان تعالجني معايا كده، واتفاجئ بعد كده ان الدولة تطلع لي ما حددش النسبة في الدستور. فالنهارده النسبة دي لو ربع في المية يبقى الله غني عنها، يعني انا هعمل بيها ايه؟
كان لازم النسبة دي تتحدد الحد الأدنى اللي القانون لما يخش النهارده يحددها يرتفع عنها. يعني لما يقول بنسبة لا تقل عن 10% من الناتج القومي، يبقى القانون ملزم من 10% لغاية 70% لغاية 30% لغاية 50% من الناتج القومي. أنا مش هطول أكتر من كده في المادة 62، وأعتقد إن ذكاء المواطن المصري هيقدر يطلع منها أكتر من اللي أنا قلته كتير، أنا بس بحط إشارات. هدخل بعد كده على المادة 77 اللي بتتكلم، اللي هي في الفصل الرابع، ضمانات حماية الحقوق والحريات. بتتكلم عن أو بتقول بالنص كده: فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. أول عوار في هذا النص الدستوري، وهو ليس عوار بسيط وإنما كارثة قانونية. إيه؟ فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. يعني أنا النهاردة عادي جدا في غياب مجلسي الشعب والشورى ألاقي قرار بقانون من رئيس الجمهورية بيدي لنفسه الحق. طيب في الدستور بعض الناس هتقول لك ما هو المجلسي الشعب والشورى في حالة غياب مجلس الشعب مجلس الشورى اللي هيتولى، ومجلس الشورى اللي احنا هنكتشف ان رئيس الجمهورية هيختار نسبة كبيرة من أعضائه، ده غير النسبة اللي هتكون أساسا ناجحة من الحزب اللي بينتمي إليه أو التيار اللي بينتمي إليه، فهي بتؤيد قراراته فهيصبح صاحب أغلبية. تمام؟ فممكن تمنح لرئيس الجمهورية أو لغيره رئيس الوزراء أو لزيد من الناس اللي يراه رئيس الجمهورية إن هو يقيم الدعوة الجنائية ضد الأشخاص مباشرة دون اللجوء للجهة القضائية المختصة. يبقى احنا النهارده افرغنا هذا النص من مضمونه. لما اقول القانون هيمنح، ممكن يمنح، من حقه يمنح لاشخاص غير قضائيين الحق في اقامه الدعوه الجنائيه، اذا انا معرض لان انا النهارده اي سين من الناس ايا كانت وظيفته بقانون الله اعلم موقفنا هيكون منه من المجلس التشريعي اللي اصدره ايه ساعتها. تمام؟ ممكن اكتشف ان هذا الشخص ممكن يقيم دعوه جنائيه، وهذا امر غير مقبول. تاني مساله في هذه الماده، ودي هتكون اخر حاجه بتكلم فيها النهارده، مساله صياغه ركيكه جدا، واعتقد انها تخص المحامين او القانونيين اكثر من الاشخاص العاديه، وإن كانت هتمس في مرحلة لاحقة الأشخاص العادية. النص في الفقرة الثانية من المادة 77 بتقول: وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية. بداية النص كان يجب وينظم القانون الطعن في الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية وليس الاستئناف، لأن أنا عندي الجنح هناك أكثر من وسيلة للطعن في الحكم بحسب الأحوال، فأنا عندي المعارضة ثم الاستئناف ثم المعارضة الاستئنافية بحسب الأحوال زي ما قلت، فهذا تفرقة ما بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري. أما في الجنايات فأنا عندي الحكم الغيابي هناك إعادة إجراءات أو إعادة محاكمة، ولا يوجد استئناف في مواد الجنايات وإنما طعن بالنقد. يبقى إذا النهارده وفقا لهذا النص أنت مجبر إنك أنت تعدل أوجه الطعن على الجنايات وتسمح بوجود استئناف للجنايات، والا يبقى القانون بتاعك مغاير للوضع القائم. تمام؟ وانت مضطر في مجال الجنح انك انت تلغي المعارضه بقى. فانت كان المساله عشان تبقى منضبطه قانونا ولفظا ماشي، وينظم القانون الطعن في الاحكام الصادره في جنحه او جنايه. ده كان اول لقاء مع بعض في ليه
هرفض الدستور الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.